فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي، والنهاردة بإذن الله تعالى مع أول درس لينا وباسم الجذر التكعيبي. شكل الجذر التكعيبي يا مستر احنا عارفين شكل الجذر التربيعي بالظبط، بس عليه كده رقم 3. عرفنا كمان ان الجذر التكعيبي ينفع يبقى تحته موجب او سالب. عرفنا كمان يا مستر ان كلمة جذر تكعيبي معناها ان العدد مضروب في نفسه، برافو، 3 مرات. وعرفنا كمان ان الجذر التكعيبي ده لأي حاجة فيها حجم مكعب هيديني طول الحرف. الجذر التكعيبي ل 125 برافو هي ال5. كمان يا مستر حضرتك علمتنا جدول ان 1 2 3 4 5 6 7 8 واخيرا 9 10. الحاجات دي لما يجي يا مستر اكعبها يعني اضربها في نفسها 3 مرات. تعلمناها ان انا ممكن اجيبها بالآلة، ان بكتب شيفت واعمل علامة الجذر. كمان يا مستر حضرتك علمتها لنا ان واحد في اي حاجة 3 مرات بواحد، 8 27 64 125 216 343 512 729 واخيرا 1000 يا مستر عشان حضرتك حافظنا. ده حلو واحنا كمان هنفهمه. طبعا الواحد والثمانية وال27 سهلين. جذر التكعيبي لل64 بص كده على الأحاد 4، 125 بص على الأحاد برافو 5، 216 برافو 6، 343 اجمع أحاد وعشرات يديني 7، اجمع أحاد وعشرات ومئات تجمعهم يديك برافو 8. الأحاد هي 9 والألف معروفة إن هي 10. ده كده النص الأول من الدرس. أما النص الثاني بعض التمارين السهلة والبسيطة. تعالوا مع بعض كده نشوف جذر التكعيبي لل4 برافو 4، ال8 2 وال27 3، سالب 125 برافو سالب تطلع 5. حضرتك قلت لي اجمع احد وعشرات يا مستر فدي ب10. هنا قبل ما تشوف هي بكام بترفع الكسر. 3 في 4 8 في 3 ب24 و3 27. جذر التكعيبي ل27 على 8 تطلع 3 على 2. 1 من 1000 معناها 1 على 1000 وجذرها 1 على 10 اللي هي 1 من 10. جذر التكعيبي لل27 3، جذر التكعيبي لل64 4 تطلع في الآخر برافو 7. جذر التربيعي لل25 ب5، جذر التكعيبي لسالب 8 تطلع بسالب 2 و5 ناقص 2 تساوي 3. دي أهم الأفكار. طبعا في فكرة إنه يقول لك مكعب حجمه 216 سنتيمتر مكعب، اوجد طول حرف. فطول الحرف بيساوي الجذر التكعيبي للحجم اللي هي جذر التكعيبي ل 216 اللي هي بتساوي برافو 6 سم. وده هتقابلنا قدام شوية في تطبيقات على الأعداد الحقيقية وهنتعلمها أكتر بقوانين كتيرة. أتمنى لكم فتكم بجزء بسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.